سلام الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، نتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الظروف واحسن الاحوال. وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم السلامه والعافيه ان شاء الله. وكنقول الناس اللي كتشوف القناه اول مره، الى عجبك المحتوى فقط للتشجيع، ما عليك الا تضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعل جرس الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا في بدايه الفيديو ان شاء الله غنبارطاجي معكم اليوم واحد البغرير، يعني بغرير صغير بدون خميره كيماويه، كيجي زوين رائع وصحي. تبعوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير هنايا كما كتشوفوا عندي السميده ديال الحرشه، يعني ديال البغرير، ديروا القياس اللي بغيتو ماشي مشكل. هنايا انا استعملت يعني ما كاملش نص كيلو، قل من نص كيلو. وعندي الماء كما كتشوفوا، غنحتاج الماء، وعندي البيكربونات الصوديوم عوض الخميره الكيماويه، وعندي الخميره البلديه، وعندي قبصه الملح كما كتشوفوا. كنستعمل دابا انا ملح الهيمالايا لانه فعلا زوين وصحي حتى هو. بالنسبه للطريقه غنحتاج يعني واحد المعلقه كبيره ديال البيكربونات. يعني كما كتشوفوا هذا البغرير راه ما فيش ديك الخميره الكيماويه ديال الحلويات او الخميره حبيبات نهائيا، ومع ذلك كيجي زوين. غير شرط انه يعني مده التخمير تكون طويله شويه، يعني اللي ما زرباناش به يعني كان من الاحسن تخليه يخمر على خاطره، لان فيه هذيك الخميره البلديه، وديك الخميره البلديه قد ما يعني التخمير كان بطيء قد ما دوك البكتيريات النافعه يعني كتسرب لهذاك يعني داك الدقيق، وكتنفعنا حنايا ان شاء الله في الجسد ديالنا. كما كتشوفوا ضفت جميع المكونات، يعني الملحه، البيكربونات، والخميره الكيماويه. هنايا غنحتاج 3 زلايف ديال الماء اللي غادي نحتاج، وغادي نبقى نخلط غير بالطراب اليدوي كما كتشوفوا هكا، يعني حتى تنسجم ليا العناصر جيدا، حتى نشوف يعني يتماسك معايا الخليط. دابا ان شاء الله غادي نبدا نخلط بالطراب الكهربائي. وقبل ما نخلط بالطراب الكهربائي غادي نضيف واحد شويه الخل، يعني شويه صافي، هذا يساعد على الخليط. اليدوي دابا كنديروا بالطراب الكهربائي. من بعد ما درنا المرحله الثانيه بالطراب الكهربائي غادي نعاود نضيفوا هذا الخليط في الخلاط كذلك الكهربائي ديال العصير، وغادي نحاول نخليه يتجانسوا العناصر كاملين حتى نحصل على دوك الفقاعات اللي خاصها تكون في البغرير ان شاء الله. هانتوما غتشوفوا في لا فيديو بعينيكم. الصراحه هذا البغرير صحي واقتصادي وما كياخذش الوقت، يعني باش توجديه ما كياخذش الوقت، فقط الوقت في التخمير. انا بالنسبه ليا يعني ما عندي الوقت، يعني ما زرباناش به، يعني فقط اكتفيت بالخميره البلديه والبيكربونات الصوديوم فقط باش نستافد منه ان شاء الله. وتا كليتو نعرف شنو كليت. كما كتشوفوا انا كيخلط جميع العناصر حتى تجانس ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا صافي. دابا هذوك هما الفقاعات اللي بغينا نحصلوا عليهم. دابا غنديرو في واحد البول وغنخليه يخمر على خاطرو ساعه ساعتين، ما عنديش المشكل. في المساليت اللي غادي نخبزو ان شاء الله، نتوما الا كنتو زربانين به غادي تضيفوا الخميره العاديه وهذا الخميره الكيماويه والخميره حبيبات ولا كنتو زربانين به. اما الا ما كنتو زربانين به ديروا هذه الطريقه باش ان شاء الله تستافدوا منه، تستافدوا حتى بالمزايا ديال هذا الخميره البلديه. صافي دابا انا غنغطي عليه كما كتشوفوا، وغادي نخليه يخمر في واحد البلاكار ونمشي نقضي الشغالات ديالي. من بعد ما دازت يعني واحد 2 سوايع ونص اللي دازت،
غادي نسخن البوطه كما كتشوفوا، وغادي نخبز. غندير هاد المقيلات الصغار، هاد المقيلات الصغار ما تحقروهمش، راه عفيريتين والله العظيم. الا زعما كنت شريتهم هذا كندير فيهم البيض لوليداتي، ولكن الصراحه فنين. قبل ما نديرهم يسخنوا غادي ندهنهم بشويه الزبده، غير احتياطا وصافي باش ما يلصقش ليا البغرير. صافي كما كتشوفوا انا شعلت البوطه على 2 جوايه، وغادي نبدا نخبز ان شاء الله، وتشوفوا النتيجه امامكم بحول الله. ولا كنتو وصلتوا حتى لهنا ومازال كتفرجوا، خليو لي شي لايك وشي تعليق لختكم زوين، فقط يحفزنا ويشجعنا، فقط للتشجيع فقط، وفضلا وليس امرا. هادشي اللي كاين اخوتي. دابا ان شاء الله غنبدا نخبز ان شاء الله. راه المقيلات ديالي سخنوا، درت 2 باش هكا نسربي، باش يعني ما ياخذش ليا الوقت، يعني نخبز بسرعه ان شاء الله. يعني العافيه ما كتكونش، يعني ما كتكونش مجهده، وما كتكونش يعني متوسطه كما كتشوفوا. ها هو راه خمار ليا كما كتشوفوا هانتوما في لا فيديو. راه ممكن ديروا البغرير بدون خميره، يعني ماشي مشكل، غير خاص يكون عندنا الخاطر. والخميره البلديه كتبغي يعني الخاطر واتساع الخاطر ووقت. صافي دابا انا درتهم ان شاء الله. البغيرات ديالي درت الرميه الاولى، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، يمكن الكاميرا ما عرفتش اولا مشى ليا المقطع. المهم هانتوما غتشوفوا ان شاء الله النتيجه امامكم. وهذه هي النتيجه كما كتشوفوا، راه كيجي خفيف وكيجي مثقب ما شاء الله. غير المقطع مشى ليا ديال باش انكم تشوفوه، راه كيتفقع الفقاعات ديالو فوق البوطه، ولكن مشى ليا المقطع. كنرافقو بشويه د عسيله. صافي هذا هو البغرير ديالنا. كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم، ونتمنى تجربوا هذه الطريقه يعني ديال البغرير بدون خميره كيماويه، بدون دقيق ابيض. ان شاء الله يعجبكم وتستافدوا من المزايا ديالو. كنقول لكم الفيديو وصل لنهايته. شكرا لكم على المتابعه، شكرا كل من حفزني وخلى لي تعليق كيشجعني. كنقول لكم نضرب لكم موعد فيديو جديد. بسلام عليكم.